هاي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. فيديو روتين يوم الجمعه. هنقضي مع بعض كده يوم حلو ولذيذ. آه النهارده بقى عايزه اقول لكم ان يوم الجمعه ده بالنسبه لي يوم مميز. يوم اجازتي طبعا، ويوم اللي اختي بتيجي فيه هي وابنها. بيبقى يوم حلو قوي بلمتنا، وانا واخواتي ومامتي. هناكل بقى النهارده اكلة رنجة هنعملها مع بعض. كان نفسي فيها قوي اصلا بقالي كتير، وكنت قايله لماما ان هي تجيبها، فالحمد لله جابتها. تعالوا بقى نعملها مع بعض. معانا بقى هنا الخضار غسلته. كنا جايبين جرجير وحمرنا بطاطس، كنا مقطعين بطاطس. آه وخيار بقى وطماطم. وهنا كنت بغسلهم وبنضفهم طبعا من الحنفية بمية جارية، وحطيت عليهم شوية خل كده وغسلتهم كويس قوي. الجوانتي ده كنت طبعا لابساه، لان الرنجة انتوا عارفين لما بتنضفيها بايدك بتلزق في الايد وما ريحتها ما بتطلعش. فهنا غسلت الخضار كويس قوي. هنا بقى الرنجة. الرنجة انا بحب يعني يبقى فيها البطروخ اللي هو المرمل ده، مبحبش الطري ده ابدا. المرمل ده بقى كده بفتح الرنجة الاول وبطلعه كله بره، وبعد كده بقى بعمل الرنجة على النار. بس بطلع البطروخ الاول، لان البطروخ ده هنحمره مع بعض في الزيت، بيبقى طعمه يجنن. الرنجة بقى هنا هنعملها على النار. انا بحب اعملها على النار كده، بتتفتح وبتبقى طعمها حلو، والنار بتديها طعم كده حلو قوي. ما بحبش اكلها، يعني بحسها نية، معرفش ليه لازم اعملها على النار. فهنا قطعت الراس، وهقطع الديل برضك، وهفتحها كده من النص، هنضفها واحدة واحدة. انا بلا مبالغة والله احسن واحدة تنضف رنجة، ما بخليش فيها الشوك خالص، حتى الشوك الرفيع ده انا بشيله. هنا كنت بحمر البطاطس بقى، وحطيت عليها الخلطة دي. طبعا كلنا عارفينها خلطة البطاطس، التوابل دي حلوة قوي وطعمها تحفة. فنضفت بقى الرنجة وقطعت الخضار. بصوا الخضار متقطع، رش عليه ليمون وكمون، والبطاطس عليها التوابل اهو. البطاريخ بعد ما حمرتها في الزيت، مش قادرة اقول لكم انا ما اكلتش رنجة، انا اكلت بطاريخ بس. الرنجة هي رش عليها رشة ليمون، كمون قصدي، وعصرت عليها ليمونة. نسيت بقى الحتة بتاعت اللي لما حطيت عليها زيت وطحينة، معرفش ما اتصورتش ليه. بس مش قادرة اقول لكم برضو كانت دلع وحلوة وطعمها حلو قوي. ومعانا الجرجير اهو. وكان يوم حلو وجميل كده، ويا رب ايامنا كلها حلوة وخير وبركة. وكانت اكلة حلوة قوي. خلصنا بقى وشلنا وصبنت بقى طبعا المواعين اهم. دي الحاجات اللي احنا كلنا فيها، ما حبيتش اسيبها في الحوض فاضية، يعني مش نظيفة. انا بحبش الحوض فيه مواعين ابدا، لازم اسيبه على طول نظيف. فغسلتهم كده وحطيتهم، ورحت بقى عملت ايه، كوباية شاي بالنعناع، نحبس بقى الاكلة بتاعت الرنجة دي. والله على طعم كوباية الشاي بعد الرنجة. وعمتم مساء، ويوم جميل بتاعي. اعملي لي لايك واشتركي في القناة.